بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس، دايما مع الوصفات السهلة والسريعة والغير المتعبة، بلا عجن بلا تعب. اليوم راح ندير لكم خبز الكوشة والله مطلوع الكوشة. هذا الخبز راح يجي خفيف ريشة، راح يجي هش وراح يجي كيما البونش. شوفوا البنات راح يجي طري وبنين. نروحوا الآن طريقة تحضير. عندي هنا 4 كيسان فرينة ممسوحين، طبعا فرينة ديما نقولكم غربلوها من قبل. عندي مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة كبيرة سكر، ومغرفة متوسطة ملح. نخلطوا كل النواشف مليح، ومن بعد نزيدوا 4 مغارف كبار زيت ومعاهم مغرفة كبيرة خل. عندي كاس تاع حليب يكون دافي، ومن بعد نكمل بالماء. زدت جبت الكاس تاع الماء، ايضا الماء راهو دافي. شوفوا القوام تاع العجينه البنات كيفاه يكون. انا راني حطيت الكاس كامل تاع الماء، اذا الكميه كل دات لي كاس حليب وكاس ماء. نغطيه ونخليه يرتاح 5 دقائق ونرجع ليه. هنا نشمخ يدي بالماء ونبدا نخبطه حوالي دقيقه. نحاول ندخله اكبر كميه تاع الهواء. ومن بعد نقفل عليه ونزيد نخليه يرتاح 5 دقائق ونرجع ليه. نحاولوا نكرروا العمليه هذه يا البنات 4 مرات، كل 5 دقائق نخبطوا. هنا عندي المره الرابعه والاخيره. راكم تلقاو القوام تاع العجينه تبدل. بعد ما تخبطوه غطيوه وخليوه هنا حتى يضاعف الحجم تاعو. ما تنساوش البنات تدهنوه بشويه تاع زيت من فوق، باه من بعد كي يطلع ما يلصق لكمش في البلاستيك. وخليوه حتى يضاعف الحجم نتاعو. هنا بعد ما ضاعف الحجم نتاعو نجي نحيلو البلاستيك، نغطس يدي في الزيت لخاطر القوام تاع العجينه راهو جاري، ونجي نخرج لها الهواء. لازم تدهنوا يديكم بالزيت البنات باش تتحكموا في العجينه. انا هنا جيت قسمتها على 2، يعني يبقى الاختيار لكم، تقدروا ديروها على 4 على 2 على 3، كل واحد يدير واش يحب. من بعد نجمعها ونحطها فوق الفرينه كما راكم تشوفوا. نزيد نرش عليها الفرينه من فوق باش ما تلصقش في يدي، وندي نحطها في بلاطو كنت دهنته بالزبده وفرشت الفرينه. نخليها ترتاح 5 دقائق ونرجع ليها. هنا نبدا نطرح فيها. اذا لقيتوها البنات تلصق شوي في اليد، اغطسوا يديكم في الفرينه كما راكم تشوفوا وكملوا تطرحوه. لازم تركوه هنا البنات لخاطر راهو يزيد يضاعف الحجم نتاعو، باه ما تجيش فيه البابه بزاف في النص. شوفوا السمك اللي رققتو به. هنا نغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم نتاعو. الوقت هذا نروح نشعل الفرن تاعي يسخن على درجه 180 من فوق ومن تحت. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاعو نجي ندهنو بالحليب من فوق باه يعطيني اللون الاحمر، وندخلو يطيب مباشره حتى يدي لي هذا اللون. هنا البنات نحيوه من البلاطو وغطيوه بالطرشونه وزيدوا غطيوه بالبلاستيك وخليوه حتى يبرد. شوفوا القوام تاعو كيف تلقاوه راهو طري خفيف وطايب كي من تحت كي من فوق. وشوفوا هنا مصداقيه الوصفه. هنا الصوره راهي ما عطاتوش حقه، دوك نجيكم من زاويه اخرى تلاحظوا الهشاشه تاعو. هنا الصوره راهي تعبر وحدها، راهو كيما البونش. سلام.